السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل غدا حله واحده مقلوبه الفراخ. وتابعوا معانا الوصفه واشتركوا في قناه صباح فوت واعملوا شير ولايك واشتركوا في القناه. هنبتدي معاكم بالبدنجال. جبنا كيلو بدنجال قطعناه ورشنا عليه ملح خفيف وقطعناه وحمرناه. وهنبدا معاكم بالفرخه. الفرخه 8 حتت قطعناها، على جبنا فرخه وقطعناها على 8 حتت وغسلناها ونضفناها وحطينا عليها بهارات فراخ وملح وفلفل، معلقتين بهارات فراخ ونص ملح ونص فلفل، وشوحناها تشويح مش حمرناها. شوحناها في معلقة سمن، معلقتين سمن ومعلقة زيت أو معلقتين زيت. شوحناها ونقلب الفراخ على الجنبين، نديها صدمة من الناحيتين. يلا هنطلع الفراخ كده وبعد كده هنحط مكانها البصل. لو لقيت الزيت قليل زودي معلقة زيت عشان نشوح فيها البصل، عشان البصل تشوح. البصلة ما تحمرش، يا دوبك بس لونها يشف كده، تشف بس. نطفي النار بعد كده ونحط الفراخ على الناحية اللي هي فيها العظم، مش على الناحية اللي فيها اللحم، ونرصها في الحلة من تحت، معاها معلقتين من معلقتين البصل، من البصل المتكرمل ده. وبعد كده بنحط شوية بصل فوق الفراخ، وبعدين بنرص البدنجالة دايما يدور في الحلة وعلى الفراخ نفسها من على الوش كلها. نغطي الفراخ كلها بالبدنجال وقرنين فلفل اللي انا قلت لكم عليهم اهو. لو عايزاهم حطيهم، مش عايزاهم اختيار مش منهم. بقية البصل المكرمل. ونحط الرز ده كيلو. كل كوباية رز لها معلقة ملح، والمية تكون سخنة مغلية، وكوباية مية، معلقة ملح وكوباية مية. حطينا على المية معلقة كركم ومعلقة بهارات فراخ واربع معالق ملح، وحطيناهم وحطينا عليهم الحلة وغطيناها، حطيناها على البوتاجاز كده. هي استوت وها قدامكم، عريناها وشفناها قدامكم استوت اهي. وهي استوت اهي كده، قلبناها. بتتأكد من سواها لما تتقلب. كلها قدامكم اهي. من عجبتكم الوصفة اشتركوا في القناة، قناة صباح فود، واعملوا لايك وشير.